بتتكسف تقول انك بتعاني والالم مش سايبك، مش عارف تعيش طبيعي ولا قاعده ولا نوم زي الناس، بتحس بحرقان او نزيف بسيط في الحمام بتقول يمكن عادي. طب استنى واسمعني في ثواني، عشان اللي بتطنشه ده ممكن يجيب حياتك جحيم. ويلا اعمل فولو لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. في الحقيقه انا بتكلم عن البواسير والشرخ الشرجي، ودي حاجه ناس كتيره بتعتبرها احراج، مع انها مرض حقيقي صعب. والبواسير دي اوردها حوالين فتحه الشرج تتوسع وتورم لحد ما تبقى عامله انتفاخ بسيط او كتله صغيره مؤلمه بارزه. والشرخ ده جرح او شق صغير في جدار القناه الشرجيه، بس بيعمل وجع نار. ولو اهملتهم مش بس الالم بيزيد، ده ممكن يعمل مضاعفات ونزيف واعراض تانية كتير. ساعتها بيبقى العلاج اصعب والطريق اطول. ويلا بقى ركز لي الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. بتظهر اعراض نزيف في الحمام ووجع نار يخليك مش قادر تقعد، وحتى واحساس ان في حاجه واقفه جوه. والبواسير بتظهر في درجات، الاولى نزيف بس، الثانيه بتنزل وبترجع لوحدها، الثالثه بتنزل ومحتاجه تدخل، الرابعه بتنزل وما بترجعش. والبواسير بتزيد اعراضها بسبب قعده طويله على الحمام بدون داعي، امساك مزمن او اسهال متكرر، اكل دهون ومقليات، رفع اوزان تقيله، والقلق والتوتر والضغط النفسي، وقله شرب الميه واكل النواشف، قله الالياف والحمل والولاده، وزن زياده، ضغط على البطن، تدخين وقهوه وشاي زياده، وقله حركه ورياضه. كل ده يساوي ضغط على الاورده، والنتيجه بواسير او شرخ. ومن قلب الصيدليه في حالات بنشوفها وبنسمعها كل يوم. لو انت واحد منهم اكتب لي في الكومنتات. ست كبيره جات لي من كسوفها وفضلت متحمله نزيف شهور لحد ما بقت انيميا. شاب صغير الشرخ خلاه يخاف يخش الحمام لدرجه ان عمل له امساك مزمن. رجل كبير جالي البواسير وصلت لدرجه رابعه، كان مكسوف لحد ما بقى النزيف شبه يومي، لحد ما اضطر يدخل جراحه. زي ما في درجات للحاله، العلاج برضه بيختلف من حاله للثانيه. لو عايز تعرف الادويه اللي بتساعد في تحسين وعلاج حاله الشرخ او البواسير اكتب لي علاج في الكومنتات. الحل بيبدا بالبسيط، ركز معايا، تغيير اسلوب حياتك هو مفتاح العلاج. ما تزودش الضغط على نفسك في الحمام، واشرب ميه كتير، واشرب عصاير مليانه فيتامين سي زي البرتقال والليمون، بتقوي الشعيرات وتمنع النزيف. وكل خضار زي الجزر والخيار، وكل فاكهه مليانه الياف زي التفاح والكمثرى. ما تقعدش على الكرسي بالساعات، وتحرك واعمل رياضه نص ساعه يوميا وتمارين بسيطه للحوض والمشي. اهتم بالزبادي ومنتجات الالبان الخفيفه، بتساعد البطن تشتغل صح. حمام ميه دافيه تقعد فيه 10 دقائق يريحك من الالم. ومشروبات اعشاب زي اليانسون والنعناع والكموميل. بلاش الاكل الحار والمقليات والدهون والنواشف والقهوه والسجاير، بتخلي الحاله تعاني اكتر. نقلل من المشروبات الغازيه والكحوليات والشاي. لو الحاله اتطورت ما تقلقش، في حلول قبل الجراحه زي الحقن او الربط بحلقه مطاطيه للبواسير الداخليه، ودي حاجه بسيطه جدا. لو لسه مكمل في الاهمال، ساعات ما بيبقاش قدامنا غير الجراحه، استئصال او تدبيس، ودي في الحالات اللي النزيف عنده كتير او الالم مش متحمله. بس خد بالك، في حالات كتيره بتيجي بتقول انا باخد كل العلاجات ومفيش فايده، بس لما بنراجع مشورتهم بنلاقي مش بيتحرك، قاعد طول اليوم. مجرد نص ساعه يوميا كانت كفيله انها تساعده. لو النزيف مش بيقف والالم منعك من النوم او الاكل، الشرج بقى ملتهب وبينزل صديد، البواسير بقت نازله ومش بترجع، ساعتها مفيش انتظار، مستشفى فورا، التاخير مش مصلحتك. البواسير او الشرخ مش عيب، العيب انك تسكت لحد ما تبقى كارثه. لو سبتها من غير علاج مش بس هتتالم، ده ممكن تسبب لك نزيف، انيميا، التهابات مزمنه، جراحه معقده. وجع النهارده الصغير